ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ عملنا النهارده مع بعض احلى طبق كشري، وعملنا دقة ثوم، وعملنا وعملنا حمص الشام بالشطه والليمون. حاجه كده جميله جدا. يلا نشوف الطريقه مع بعض. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده شويه كشري. انا علقت على الحمص اهو، حطيته على النار، كنت نقعاه ليا 3 ساعات، وحطيته على النار وحطيت له قطايه وبصلايه ومعلقه كمون، وهسيبه بقى مع بعض يستوي، وهعلق على المكرونه وهعلق على باقي الحاجه. حطيت الميه المكرونه وحطيت عليها شويه زيت، وهضيف عليها شويه خل طبعا عشان الحله معانا ما تسودش مطرح المكرونه، واديها كده معلقه ملح حبه كمان، واسيبها بقى تغلي وهسقط المكرونه. بصوا بقى يا حبايبي، انا هنا قطعت فصين توم كده كبار، انا بحب اقطعه كده ما بدقهوش، وحطيت عليه شويه زيت بحمره كده، ده للصلصه. وهنا ميه المكرونه غليت معايا، انا يعني مشكله المكرونه كده الزفت على قلم، عشان طبعا الكشري، موضوع الكشري كله في حله واحده ده انا ما بحبهوش، عشان الصراحه ايه بيعجن. انا الشعريه بس اللي بحمرها مع الرز والعدس، يعني بحمر الشعريه قبل العدس كده والرز. هنشوف. وادي التومه معايا اهي، دي للصلصه. طبعا الكشري بيبقى لازم من التومه مش البصله. بصوا التومه اتحمرت معايا، قبل ما اطش القوطه هديها تكه كده ايه خل، بتفرق قوي قوي في الطعم، تبقى الصلصه كده عامله ايه زي طعم الدقه. بحط الطماطم بالمنظر ده، واغطي عليها بقى، ولسه ما ضفتلهاش اي بهارات، غلوه كده واضيف لها البهارات. ومعايا المكرونه اهي على النار بتتسلق. عايزه اوريكم بقى ايه الحمص بتاعنا على النار اهو، ريحته تحفه. بصوا بقى يا حبايبي، هنا حطيت هنا الزيت واديته حته سمنه بلدي كده. هنا بقى الحله دي هحمر فيها الشعريه. طبعا الشعريه ديت اللي هيتحط معاها ايه العدس والرز. انا بضيف الشعريه مع العدس والرز، هحمرها وهنزل ايه بالميه وبعد كده بالعدس. اهي الشعريه معايا اهي. طبعا انا بعمل كله في وقت واحد، يعني انا الحمص اهو على النار، المكرونه بتتسلق، الصلصه على النار، يعني الاربع عيون عندي اهم شغالين، اللي هو وقت كله يخلص كله مع بعض، مش اللي انا اعمل حاجه واستنى حاجه تتعمل، لا كله يخلص ايه مع بعض. بحبكم اللي انتوا بقى تشوفوا الكشري بتاعي، بحب ان انتوا تشرفوني في قناتي وتدعموني. ما تنسوش الاشتراك وما تنسوش اللايك، واللي ما اشتركش عندي لسه يشترك بقى، عندي هند واولادها. الشعريه معايا اتحمرت اهي، هضيف عليها العدس. طبعا هو كان منقوع ومغسول. نقعد تقلبتين كده مع بعض. بالمنظر ده. انا المكرونه معايا اتسلقت وشلتها، ده معيش غير الحمص اللي على النار والصلصه. اضيف له بقى الميه. عايزه اقول لكم الطريقه دي والله انا جربتها اكتر من مره، انا ما بعملش الكشري غير بنفس الطريقه دي. هضيف له كوبايه تاني. انا كده حطيت 3 كوبايات ميه من اللي كانت معايا. انا طبعا محمره يعني في قيمه كوبايه شعريه او كوبايه ونص، وده ربع عدس وهعمل عليه كيلو الا ربع رز. طبعا انا عشان كميه انا والاولاد بقى وكده، حسب الكميه اللي انت بتعمليها. انا المكرونه معايا اهي، بحب بعد ما اغسلها وتصفى احطها في علبه كده واغطيها عشان ما تنشفش مني، عشان لو سبتها في المصفى وكده بتنشف. الرز معايا هو لسه هغسله. هنحط بقى البهارات بتاعه الصلصه.
بصوا معايا كمون وبابريكا وفلفل اسمر وبصل بودر وثوم بودر اهم، احطهم على الصلصه. اول ما ابتدت تغلي كده اديها التوابل بتاعتها. عايزه اقول لكم ريحتها خطيره والله العظيم. ريحه الثوم مع الخل بتعمل ريحه جميله جدا للصلصه، تحسي بقى ان انت فعلا بتعملي كشري. عايزه اقول لكم هنا برضو هنحط شويه توابل قبل ما احط الرز. هحط ملح وكمون وبابريكا وبهارات، البهارات اللي هي بتاعت الطبيخ دي اهو. وعايزه اقول لكم انا بضيف واحده ورق راوي مع الرز كده، والحاجه بتدي ريحه وطعم جميل جدا مش قادره اوصف لكم. ومعايا الرز اهو، هنزل بالرز. اديني ضفت الرز، اديهم بقى كده تقليبه مع بعض. عايزه اقول لكم هو مش محتاج ميه تاني، انا كنت ضافيه 3 كوبايات ميه. طبعا الشعريه استوت والرز والعدس معلش. هوطي عليه بقى النار واسيبه كده على نار هاديه. هنا بقى بعمل شويه دقه ثوم، حطيت شويه زيت ودي الثومه معايا اللي انا دقيتها بقى دي، ده انا دقيها مش مقطعاها. عايزه اوريكم الرز وهو بصوا منظر العدس والرز. ورق الراوي عامل ريحه تحفه مع الرز ده، الرز والعدس والشعريه مع بعض بيبقى مفلفل وجميل جدا. عايزه اقول لكم الصلصه اهي قربت تتسبك خلاص. الحمص انا طفيت عليه، وادي الثومه هنعمل شويه دقه ثوم. وعايزه اقول لكم ان انا لسه ما حمرتش البصلايه اهي، مقطعاها وحاطه عليها دقيق. الثومه معايا اهي اتحمرت، هضيف لها بس الخل. اوه على الريحه. انا هضيف شويه خل كمان. طبعا بضيف ايه ربع كوبايه ميه عليهم اهي، مش كتير بس ربع كوبايه الميه. سيبهم بقى ياخدوا غلوه كده مع بعض. اديها بس شويه كمون، شويه الكمون ده اساسي. هنا معلقه الكمون ده يعني اساسي في الكشري، يعني بيدي كده ريحه الكشري والطعم، حاجه حلوه قوي. ونديها شويه ملح. خلاص على كده هتغلي هنزل. ادي الكشري معايا اهو خلص. هبتدي ان انا بقى اغرفه. بصوا الرز معايا مفلفل ازاي ولا معجن ولا اي حاجه. بصوا الحلاوه معايا الطبق. حط الرز. عايزه اقول لكم الرز مفلفل جميل جدا، ولا الشعريه معجنه ولا العدس معجن ولا اي حاجه. بصوا الجمال والحلاوه. وادي الكشري اهو معايا غرفته، وادي التقليه بتاعتي اهي. بصوا ناشفه ازاي عشان كنت دعكاها بالدقيق. عشاق الكشري بالتقليه حاجه كده يعني ايه في الجمال. الكشري بتاعنا التحفه ده. وادي معايا الشطه، وادي معايا دقه الثوم، وادي معايا حمص الشام حطيت عليه ليمون وشطه اللي بيحب طبعا الشطه، ودي شطه، ودي دقه الثوم، ودي الكشري بتاعنا المصري الجميل. حاجه حلوه كده وحاجه روعه. متنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناه، ومشتركش عندي يشترك. اشوفكم في فيديو جديد.